السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة واحسن واطعم من اللي بنشتريها من بره. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. عندي التوابل: معلقة صغيرة زعتر ودي اساس الوصفة بتاعتنا، معلقة كبيرة بابريكا، معلقتين كبار ملح، نص علبة زبادي، 4 طماطميات كبار، ليمونة مقشرها ومقطعاها شرايح، 2 فلفل رومي، 3 بصلات كبار، 1 فلفل حراق ممكن تستبدلوه بواحد فلفل احمر بارد. عندي خلطة الدجاج المشوي. هضيف كل المكونات في الخلاط، اهم حاجة تمشي على نفس المقادير بتاعتنا. هضيف الخضار. انا هتبل فرختين، لو عايزين تتبلوا فرخة واحدة هنضيف نص الكمية، او ممكن تعملوا نفس الكمية تاخدوا اللي محتاجينه والباقي تدخلوه الفريزر، وقت ما تحتاجوه هنخرجه عادي. هضيف خلطة الفراخ في الخلاط. الخلطة دي جميلة جدا وبتودي الفراخ في حتة تانية خالص، بجد الخلطة رهيبة وبتدي نفس التست والطعم بتاع بره بالظبط. انا جربت الخلطة الجاهزة وجربت الخلطة السايبة، دي احلى من الخلطة السايبة بكتير. هضيف نص علبة الزبادي. الزبادي بتطر الفراخ معانا. هضيف كوب الا ربع مية من الحنفية علشان تسهل معايا ان كل المكونات تتضرب في الخلاط بكل سهولة. ده شكل القوام معانا، هركنه على جنب دلوقتي. عندي بولة كبيرة، البولة دي بتشيل فرختين. هنزل بالخليط بتاعنا. هضيف 3 معالق كبار من الزيت. الزيت بيدي لمعان جميل للفراخ. هنقلب كله مع بعضيه وهركنه على جنب. انا عندي الفراخ بتاعتي غسلتها غسلة كويسة ونقعتها في ملح وخل وليمون. الفرخة دي 1.5 كيلو. ما نحاولش ان احنا نكبر الفراخ اكتر من كده، لو هنصغرها هيكون احسن علشان تستوي معانا بسرعة. وعندي الخليط بتاعي، هضيف الفراخ على الخليط وهنقلب الخليط كويس مع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة ان احنا ندخل الخلطة بتاعتنا في الفراخ من جوه ومن بره او تحت الجلد زي ما حضراتكم شايفين علشان الفراخ تتبل معانا كلها. الخلطة بتاعتنا جميلة جدا ما شاء الله، وبتودي الفراخ في حتة تانية خالص ونفس الطعم والتست بتاع بره بالظبط. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها تاني. هنتبل الفراخ كويس جدا زي ما انتوا شايفينها. هدخل التتبيلة من جوه ومن بره وتحت الجلد علشان تتبل معايا كلها. وبكده الفراخ جهزت معانا. انا هدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات مش اقل من كده. انا مش مستعجلة عليها علشان كده هسيبها في التلاجة لمدة 5 ساعات بالظبط. انا عندي السيخ ده بتاع الفرن انا بشوي فيه الفراخ. ده شكله زي ما انتوا شايفين، بيجي معاه 4 سكاكين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل 2 بنشوي فيه فرخة. يعني انا دلوقتي هشوي فرختين فعشان كده عندي 4، هي بتيجي معاها 4. هنفك المسمار اللي بيكون من فوق كده علشان ادخله في السيخ زي ما انتوا شايفين. طبعا كل حاجة واضحة في الفيديو. انا سبت الفراخ في التلاجة لمدة 5 ساعات، وكل ما بتكون اكتر في التلاجة كل ما هيكون طعمها احلى. ده شكل الفراخ معانا. هنضفها من التتبيلة دلوقتي. هحطها في طبق دلوقتي وهنقفل الفراخ كويس جدا جدا علشان لما احطها في السيخ بتاعنا ما تتفتحش. وعندي جناح الفرخة هحط عليه دلوقتي خلة اسنان او عيدان الشيش طاووق علشان لما الفرخة تتشوي يبقى شكلها جميل.
هعمل الجناح التاني بنفس الطريقة، هضغط عليه لجوه وهضيف خلة الأستان علشان الجناح ما يتفلتش معانا في الفرن، ولما الفرخة تتشوي يبقى شكلها جميل وقت التقديم. كده الفرخة جهزت معانا بعد ما قفلتها كويس جدا جدا. هدخلها دلوقتي في السيخ. ركزوا في الفيديو وانا بقفل الفراخ في السيخ. هدخل السيخ اهو زي ما انتم شايفين، وهنضغط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بدخل السكينة بتاعت السيخ معانا وبقفل من فوق عند المسمار بتاع السكينة، وهدخل السكينة التانية وهنقفل برضو بنفس الطريقة. هضغط على السيخ كويس علشان يتقفل معانا بكل سهولة، وهنقفل المسمار بتاع السكينة زي ما انتم شايفين. الفرخة اتقفلت معانا بكل سهولة زي ما حضراتكم شفتوا. هدخل الفرخة برضو بنفس الطريقة زي ما انتم شفتوا. هفك السكينة الاول من المسمار اللي موجود من فوق، وهدخل السكينة في السيخ بتاعنا زي ما انتم شايفين. وهقفل الفرخة بتاعتنا كويس جدا جدا علشان لما تدخل الفرن وقت التسوية ما تفكش مننا. انا بقفلها بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين، يعني كل حاجة واضحة في الفيديو. وهنقفل الاجنحة برضو بنفس الطريقة. ده شكل الفرخة بعد ما قفلتها كويس جدا جدا. هدخلها في السيخ زي ما انتم شايفين، وهضغط عليها. وهدخل دلوقتي السكينة. اهم حاجة ان احنا نقفل زي ما انتم شايفين. هي فكت مني بس هقفلها دلوقتي علشان اقفل عليها بالسكينة بتاعتها. هضغط عليها زي ما انتم شايفين وهقفل. اهم حاجة ان احنا نقفل كويس جدا. ده شكل الفراخ بعد ما قفلتها في السيخ. هدخل الفراخ الفرن دلوقتي. ده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما دخلتها الفرن. ده بيكون شكلها وقت التسوية. بتلف بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. واهم حاجة وقت تسوية الفراخ ان تكون الشواية هادية خالص. انا في الاول كنت مشغلة المروحة علشان الفرن تسخن معانا. بعد ما دخلت الفراخ الفرن هقفل المروحة خالص. انا مش هشغل المروحة دلوقتي غير لما الفراخ تبتدي تستوي معانا. ده شكل الفراخ معانا بعد ما قربت تستوي. بسم الله ما شاء الله، وخدت اللون الجميل ده. انا طبعا لسه هسيبها شوية تاني لحد ما تاخد لون اجمل واجمل. انتوا شايفين ان انا مشغلة المروحة علشان كلها تاخد لون واحد. الفراخ جميلة جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا هسيبها تاخد لون تاني كمان. وده شكل الفراخ بعد ما جهزت معانا. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. انا عملت جنبه الفراخ المشوية رز بسمتي. الرز البسمتي جميل جدا ومفلفل. لو عايزين طريقة الرز البسمتي اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم بناء على طلبكم. شايفين الرز البسمتي عامل ازاي؟ جميل ما شاء الله. والفراخ جميلة جدا وما خدتش اي وقت معنا خالص في الفرن زي ما انتوا شفتوا. والخلطة جميلة جدا ما شاء الله. طبعا الفراخ سخنة جدا عشان كده مش عارفة امسكها. شايفين الفراخ جميلة ما شاء الله وطرية جدا ومستوية. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.